يعني سمعتم الأمر أمر دين وهم يريدون ديننا، وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والخوض في عرضه على قولهم يوجب القتل، وسب الصحابة يوجب الجلد. إذن يعني ما بالهم لا يطبقون أقوال الإمام المعصوم عندهم؟ جزاك الله خيرا، وجزا الله فضيلة الدكتور سعود الفنيسان خيرا على هذا الكلام الطيب. في الحقيقة القوم علتهم وداؤهم الكذب، ولذلك كان يضرب به المثل في الكذب، يقال نعم. فلان أكذب من رافضي. نعم. يعني عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والإمام المعصوم وأول الأئمة الاثنى عشرية. نعم. وثبت عنه هذا القول وفي كتبهم مسجل. نعم. من سب الأنبياء قتل ومن سب الصحابة جلد. بل نعم. أكثر من ذلك، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. نعم. فكيف لا يقبل هذا القول من إمامهم الذي يدعون له العصمة؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه نعم. هو عندهم من الصحابة المعتبرين. نعم. الذين ثبتوا على موقفهم لم يرتدوا. نعم. جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار، فغضب عمار وقال اغرب مقبوحا أتؤذي محبوبة النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن سعد في طبقاته بزيادة. نعم. قال اغرب مقبوحا منبوحا نعم. أتؤذي محبوبة النبي عليه الصلاة والسلام وإنها لزوجته في الجنة. نعم. فالقوم علتهم وداؤهم الكذب، وهم يريدون لا مجرد الطعن في الأشخاص. نعم. وإنما يريدون الطعن في الدين وهدمه من الأساس. نعم. من الذي نقل لنا دين الإسلام؟ الصحابة رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها روت أكثر من 2000 حديث. نعم. وبالتحديد روت 2220 حديثا. نعم. هذه أحاديث تتصل بكل أمور الدين. نعم. في التفسير، في العقيدة، في الأحكام الفقهية. معنى الطعن في عائشة أننا نهدر هذه الأحاديث جملة وتفصيلا. نعم. وقس على ذلك، مع أن عائشة رضي الله عنها، يعني أنا ذكرت أن الشعبي رحمه الله كان يقول، كان مسروق بن عبد الرحمن إذا حدث عنها يقول حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كان يقول لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم أمهات المؤمنين جميعا وعلم النساء جميعا لكان علم عائشة أفضل. نعم. هذا عروة، هشام بن عروة يروي لنا عن أبيه أنه قال ما علمت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راوي الحديث الذي رواه في البخاري. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا الثريد طعام العرب المفضل. نعم. لأن البعض يقول أنا لا أحب الثريد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم القوم بما يفهمون. نعم. والثريد بالمناسبة الخبز المقدم باللحم. يعني ليس مجرد نعم. أن تأتي لي بطبق مملوء خبزا واللحم قليل. لا، قطعة خبز وقطعة لحم. نعم. إذا ما الخبز تقدمه بلحم فذاك لعمر الله والثريد. نعم. فأبو موسى رضي الله عنه راوي حديث فضل عائشة على النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يقول ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. نعم. منقبة عظيمة. ومن يقول هذا؟ أبو موسى رضي الله عنه. نعم. هذا مسروق بن عبد الرحمن من كبار التابعين يقول رأيت شهادة نعم. مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عائشة رضي الله عنها عن الفرائض، المواريث. نعم. نعم. مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبار الصحابة. نعم. يسألونها رضي الله عنها عن الفرائض. نعم. وهذا أبو الزناد يقول ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة بن الزبير. فقلت له ما أرواك؟ صيغة تعجب. قال لو سمعت عائشة كانت أروى مني ما ذكر لها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وبمناسبة الذب عن عرضها، يعني أرجو من سيادتكم لو تفضلتم فضل نشر القصيدة التي دافع فيها ابن بهيج الأندلسي. نعم، أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي. نعم. مشهور بابن بهيج. ما شان أم المؤمنين وشاني. نعم. نعم. هدي المحب وضل الشاني. نعم. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. نعم. قبض النبي وهو بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. نعم. إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان. نعم. أخونا عمر إن شاء الله يجهز هذه القصيدة الآن مغطاة وملحنة
ملحنة طبعا. نعم أحد الإخوة يلقيها. ليس بموسيقى عشان ما نعم. حدش يفهمها غلط، وتذاع بإذن الله تعالى. أظن أنها تذاع الليلة بإذن الله تعالى إن شاء الله، لأنها جيدة وطيبة وجزا الله قائلها يعني خيرا. نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن يعني هو الوقت يمر سريعا. أمامي 3 دقائق نجمل فيهن القول في هذه المناسبة، وأيضا في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتد الوقت أكثر من 3 دقائق بإذن الله تعالى. فمعي فضيلة الشيخ عبد الله السويلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا شيخي. حياكم الله. ويعني وشكر الله لكم هذا العرض الجميل. وشكر الله لك شيخي ولصاحب الفضيلة الشيخ شهاب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم حياك شيخنا. الله يا شيخنا، الله يحفظك. الله يبارك فيك. يا شيخ عبد الله، يعني الحديث حديث له شجون ما دمنا نتحدث عن أم المؤمنين، عن أمنا، عن أمي وأمك. تفضل شيخي بارك الله فيكم. والله عجبتني آخر كلمة تكلم بها صاحب الفضيلة الشيخ شهاب عن مشيخة الصحابة ينقلون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجعلوها مرجعا لهم في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ينالون من عائشة رضي الله ليس غرضهم عائشة بذاتها رضي الله عنها وأرضاها، إنما هدفهم الأول والأخير أنهم إذا نالوا من عائشة المعنى أنهم يقطعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا وصلوا إلى هذا المستوى أن الناس يكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم ليسوا أهل أمانة لنقل سنته، فبعد ذلك يتحقق لهم ما يريدون نعم. من صد الناس عن دين الله. ولهذا ينبغي التنبه لهذه القضية. ولهذا أهل البدع كالخوارج والمرجئة على رؤوسهم أيضا الرافضة قاتلهم الله لا يستطيع الوصول إلى مآربهم إلا إذا قطعوا المنبع الصافي. فالخوارج مثلا يقدحون في العلماء وأهل العلم. نعم. ومن ينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا إلى من يريدون ومن يستطيعون أن يجعلوه توصل إلى مآربهم وإلى أهدافهم. نعم. كذلك الرافضة إذا أرادوا أن يقطعوا الناس عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم ينالون أكابر الصحابة كعائشة رضي الله عنها، كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كجابر بن عبد الله وأبي بكر وعمر وغيرهم من جهابذة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قدح في هؤلاء فبمن؟ نعم. وهذه قضية لأهل الإسلام أن يتفطنوا لها. ولهذا أقول لمن تورط أيضا بهذا المذهب من الشيعة وغيرهم أن يراجعوا أنفسهم في هذه القضايا، وأن لا يستزلهم الشيطان وأتباع الشيطان أن يصدوهم عن دين الله تعالى. فإذا نيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين خاصة نعم. ثم جاء الكلام في رميهن بأقبح وأشنع المنكرات والمعاصي التي لا يمكن أن يصل إليها أكابر البغايا، فهذه قضية خطيرة. ولهذا اليهود نالوا من مريم عليها الصلاة والسلام للوصول إلى أهداف ومآرب معينة وهي القتل في الأنبياء. فالأنبياء قتلت الأنبياء، وهؤلاء قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنيل منهم وبالنيل أيضا حتى من أجسادهم. فمن الذي قتل عثمان وهو يقرأ القرآن؟ ومن الذي قتل عمر وهو يصلي بالناس؟ ومن الذي قتل الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله وهو ينادي الناس الصلاة الصلاة؟ ومن الذي أحدث الفتن في صفوف الأمة إلا أهل البدع وأهل الأهواء؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يتفطن وأن يتعقل لهذه القضية. أما أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها فهي امرأة برأها الله من فوق 7 سماوات. نعم. ويكفيها فخرا ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل براءتها لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لرجل صالح، وإنما غار الله من فوق 7 سماوات كما قال ابن القيم رحمه الله. غار الله من فوق 7 سماوات لامرأة صالحة على وجه الأرض، فهي سيدة وكريمة وطيبة وحبيبة، والله اختارها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم
في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا مهما نال منها أهل الشر نعم. وأهل الفسق وأهل الفجور فإنما كانت رحمة ليوجدها مردهم إلى أنفسهم، وهذه زيادة في تشريفها وتكريمها. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. بارك الله فيكم شيخ. ابن أبي سلول وغيرهم نعم. إنما في نهاية المطاف انكسرت شوكتهم ووصلوا إلى أمر أنهم أصبحوا في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء الجهابذة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا زالوا في القمم في أمور الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. والمؤمنات، وأيضا شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من سب في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن خاض فيه مع عبد الله ابن أبي ابن سلول في الدرك الأسفل من النار، وأن يجعل أولئك الذين ذبوا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في الفردوس، اللهم آمين. شيخي يعني أمامنا دقيقة واحدة نجمل فيها القول. بارك الله فيكم. في الحقيقة يعني ما أود أن أقوله في ختام هذه الحلقة المباركة الطيبة، يجب علينا أن نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرفنا وشرف آبائنا، ويجب علينا أن نجند أنفسنا للذب عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نعلم أبناءنا وأن ننشر هذا العلم. وعوام الشيعة يعني في الحقيقة ربما يكون عند الكثير منهم العذر، فهم يعني في جهل مطبق، والمنتفعون من المعممين هم الذين ينشرون هذا الفساد وهذا الكلام البغيض البذيء. فنسأل الله عز وجل أن ينشر العلم بين ربوعنا، وأن يجعلنا مدافعين منافحين عن نبينا الأمين وعن عرضه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخنا الكريم. وإخواني في كل مكان، ليلتنا ممتدة وحملتنا ممتدة بإذن الله تعالى. بعد الفاصل يعود إليكم أخي الكريم الدكتور وسام عبد الوارث ليلتقي بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز في ليلة هي ليلة الدفاع عن أم المؤمنين، فكلنا أبناء عائشة وأنتم أبناء عائشة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع عائشة وأبيها وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. نلتقي بكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. متقول بإشاعتي